موقع جلوبال فاير باور، الموقع المتخصص في الدراسات العسكرية، يعتمد على 50 عنصرا في تصنيف الجيوش حول العالم. نحن هنا لنتعرف على موقع الجيوش العربية من هذا التصنيف ونستعرض أنظمة التسليح الخاصة بأقوى 5 جيوش عربية. ودعونا نبدأ من المركز الخامس عربيا والمركز السادس والخمسين عالميا، والذي يحتله الجيش المغربي الذي يمتلك ميزانية بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار أمريكي. الجيش المغربي يعتمد على أنظمة التسليح الفرنسية والأمريكية في تسليحه، ويمتلك أيضا 1215 دبابة، بالإضافة لامتلاك 121 قطعة بحرية. ولكن السلاح الأهم في الجيش المغربي هو سلاح الطيران، حيث يمتلك 282 طائرة، وهي من طرازات ميراج الفرنسية ونورثروب الأمريكية وأيضا F-16 الأمريكية. المركز الرابع من نصيب الجيش السوري الذي يحتل أيضا المركز السادس والثلاثين عالميا، وهو يتم الإنفاق عليه عن طريق ميزانية تقدر بنحو 1,872 مليون دولار أمريكي. الجيش السوري يعتمد على أنظمة التسليح الروسية والصينية، ويمتلك أيضا 4500 دبابة و56 قطعة بحرية. ولكن الأهم هو سلاح الطيران السوري الذي يتكون من طائرات السخوي والميج الروسية، وهي عددها 461 طائرة. المركز الثالث عربيا والسادس والعشرين عالميا من نصيب الجيش الجزائري، وهو يتم الإنفاق عليه عن طريق ميزانية تقدر بنحو 10 مليارات و570 مليون دولار أمريكي. الجيش الجزائري يتكون من مجموعة من الوحدات، ويعتمد على الأسلحة الروسية بشكل كبير في تسليحه، حيث كان حجم التبادل العسكري بين روسيا والجزائر في عام 2015 نحو نصف مليار دولار أمريكي. الجيش الجزائري يمتلك 975 دبابة و69 قطعة بحرية، بالإضافة لامتلاكه 451 طائرة. المركز الثاني عربيا والمركز الرابع والعشرين عالميا من نصيب الجيش السعودي الذي يمتلك أكبر ميزانية بين الجيوش العربية، حيث يتم الإنفاق عليه عن طريق ميزانية تقدر بنحو 56 مليارا و725 مليون دولار أمريكي. ويمتلك أيضا 1210 دبابات، بالإضافة لامتلاك 55 قطعة بحرية. ولكن الأهم هو سلاح الطيران السعودي الذي يعد من أقوى أسلحة الطيران في آسيا، ويمتلك 722 طائرة من طرازات F-15S وأيضا طراز تورنادو الإنجليزي، والأهم هو طراز رافال الفرنسي. المركز الأول من نصيب الجيش المصري الذي يتم الإنفاق عليه عن طريق ميزانية تقدر بنحو 4 مليارات و400 مليون دولار أمريكي. وأيضا يحتل ترتيبا عالميا الثاني عشر عالميا، وهو يتفوق على إسرائيل التي تحتل المركز السادس عشر عالميا، وأيضا يتفوق على إيران التي تحتل المركز 21 عالميا. الجيش المصري يمتلك مجموعة من السفن الحربية أو القطع البحرية، 319 قطعة بحرية، ولعل أهمها هي حاملة المروحيات ميسترال الفرنسية التي تم إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عليها، بالإضافة لامتلاكه 4624 دبابة، وامتلاكه أيضا 1133 طائرة، وهي طائرات من طرازات مختلفة، ولعل أهمها رافال الفرنسية وF-16 وأيضا الميج الروسية. الجيوش العربية تحمي شعوبنا من كافة المخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية. رحم الله شهدائنا وأيضا حفظ جيوشنا العربية.